السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور أمين صابر، معمل بيولاب للتحاليل الطبية بالمنصورة. احنا حابين النهاردة نتكلم على طريقة معايرة المصة الأوتوماتيك وقياس الجودة بتاعتها والكفاءة بتاعتها، وهل احنا بنشتغل صح ولا غلط، وهل الكمية اللي هي مسحوبة من البيبتة دي مظبوطة ولا لا. احنا النهاردة هنعمل الطريقة العملية دي على البيبتة بتاعتنا، واللي هي 20 والبيبتة 100 والبيبتة 200. دي الأدوات المطلوبة: المصة المراد معايرتها، ميزان للوزن ويكون معاير جيد جدا، ماء مقطر، بتري ديش، تبس، كابينة للميزان علشان نمنع أي تيارات هوائية، ونحاول نعمل الطريقة دي بسرعة علشان ما يحصلش أي تبخير للوزن اللي احنا بنشتغل بيه. ودي هتبقى الطريقة بتاعتنا. احنا عندنا النهاردة هنجيب المصة بتاعتنا اللي هي 20، ونبدأ نظبطها على 20 مايكرون، ونسحب العينة بتاعتنا. ادي البيبتة 20 بتاعتنا، نبدأ ناخد منها العينة بتاعتنا 20 مايكرون، نسحب 20 مايكرون ونفتح الباب بتاع كابينة الميزان ونحط فيها 20 مايكرون بتاعتنا، ونقفل الكابينة ونسجل الوزن اللي ظهر عندنا. ودي هتبقى الطريقة بتاعتنا اللي هنشتغل بيها كل وزنة. نصفر الجهاز، نسحب العينة بتاعتنا، نفتح الكابينة، نحط العينة في البتر ديش، نقفل الكابينة، نقرا الوزنة، نسجل الوزن، ونعيد العملية دي مرتين كمان، يعني بنشتغلها 4 مرات. نسحب 20 مايكرون ونوزنهم ونسجل النتيجة بتاعتهم. ناخد بقى 100 مايكرون، نصفر الجهاز الأول، نسحب العينة اللي هي 100 مايكرون ديستلد ووتر، وبعدين أحطهم في البتر ديش وأقفل كابينة الجهاز، ونقرا النتيجة ونسجلها. نصفر الجهاز ونسحب العينة 100 مايكرون، نحطها على البتر ديش، نقفل الكابينة، نقرا النتيجة ونسجلها، ونعيد العملية دي مرتين كمان، يعني عندنا 4 مرات. نيجي بقى للبيبتة 200 نظبطها. نسحب 200 مايكرون، نحطهم في البتر ديش، نقفل كابينة الجهاز، نقرا الوزن ونسجله. ودي رقم 1. نعمل العينة التانية، نسحب 100 مايكرون، ونصفر الجهاز، ونفتح الكابينة، ونحط العينة في البتر ديش، نقفل الكابينة مرة تانية، ونقرا النتيجة، ونعيد العملية دي مرتين كمان، يبقى عندنا 4 قرايات. دلوقتي أصبح عندنا 4 قرايات. أصبح عندنا 4 قرايات لكل مستوى: 20 مايكرون 100 مايكرون 200 مايكرون. أنا دلوقتي عايز أشوف الكفاءة بتاعتي بتاعت كل مقاس أو كل بيبتة. أنا بجيب 20 مايكرون دول. المفروض إن إحنا عملنا 4 عينات، المفروض إن الوزن بتاعنا يطلع 80 جرام. فبنعمل ايه؟ بنجمع الاوزان اللي طلعت في ال4 عينات، وليكن مثلا طلعوا كلهم بالظبط 79. فبقسم 79 جرام على 80 جرام واضرب في 100، يبقى دي الكفاءة بتاعت البيبتة بتاعتي او المعايرة بتاعتي. نيجي بقى لل200، نفس النظام. لل100 الاول، ال100 المفروض يطلع الناتج بتاعهم 400. بجمع ال4 وزنات واقسم على ال400 واضرب في 100، يبقى دي نسبة الكفاءة بتاعتها. نفس الحكاية بالنسبة لل200. بجمع ال4 وزنات، يبقى المفروض 800، بجمعهم وليكن مثلا طلعوا 799، بقسم على ال200 واضرب على ال800 واضرب في ال100. دي الكفاءة بتاعتنا. طب لو في ناتج مختلف أو قليل، كل ما كان طبعا القريبة بالنسبة ل100% أكتر، كل ما كانت الأكيوريتي بتاعت البيبتة بتاعتنا أعلى. ازاي بقى نعايرها؟ لو في مشكلة فيها وحاسس ان النتيجة هتبقى
مغايره قوي قوي في النتائج بتاعتي، لازم اوديها لواحد يصين البيبته بتاعتي، او هي بتتصين وبتتظبط، او ان احنا بقى نستغنى عنها لو الاكيورتي بتاعتها مش عاليه قوي، ونجيب بيبته التانية. دي الطريقه بتاعت المعايره. انا سمعت في الاجابات حاجات كتير قوي، زي مثلا البيبت التبسايه المرقمه. طبعا ما هي الصحيحه، لان مش معظم التبسات المرقمه مظبوطه، وبتعمل كوارث في حكايه البيبته. سمعت حد بيقول لي كل العمليه ان انت تغسل البيبته بكلور وتظبطها وتنضفها، يبقى كده هي بقت مية مية. طبعا ازاي هي بقت مية مية؟ الستاندر. حد قال لي تاني في الاجابات ان هي بالستاندر. الستاندر ازاي؟ هظبط بيه العينه، هي نسبه الخطا اللي هتكون في التيست وانا بعمل الستاندر، هي نفس نسبه الخطا اللي موجوده في العينه اللي انا هشتغل بيها، فمش هقدر اطلع نسبه الخطا. علشان كده دي احسن واسلم وانضف طريقه لمعايره البيبته بتاعتي، واشوف كفاءتها عامله ازاي ان انا اظبط البيبته بقى بعد كده. في فيديو تاني ان شاء الله نبدا نشرحها. دمتم في امان الله. السلام عليكم.